تحت أنظار رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبقيادة الدكتور محمد المشعان، وقيم التدريب الأول للمنتخب الوطني بحضور متواضع من اللاعبين. المدرب طبعا من باكر راح يستلم الفريق اليوم، الكابتن محمد المشعان طبعا باستثناء فريق العربي والكويت لاعبينهم، وايضا السالميه اللي امس لعبوا مباراه اليوم عندهم راحه، وراح يكون تاريخ 18 سفره الى دبي، بعدها المعسكر راح يكون بعجمان، مباراة العراق تاريخ 22 23 المغادرة إلى سيدني استراليا. بالعكس يعني لازم احنا نتمرن وما نقدر ناخذ فترة راحة كبيرة لأن ورانا البطولة تقريبا عندنا 28 إلى 27 يوم، فاليوم يفرق معنا. فعلى هالأساس المدرب والجهاز الفني طلب أن الفريق يكون موجود من بعد مباراتنا مع النادي العربي، ولا بد احنا نكون متواجدين. الجهاز الطبي للمنتخب الوطني يسابق الزمن في تجهيز اللاعبين قبل بدء مرحلة الإعداد الأولى في عجمان. البريتشي تمرن أمس، بدأ تدريبه أمس في النادي، ولأن عندهم من اللي هي النهائي فأنا مخليه مع الدكتور النادي الدكتور عذبي أنه يتابع علاجه، وأي نوع من الألم يحسه أنا قلت له أنا فاتح تليفوني على طول. قحطاني طبعا اليوم أول يوم حقه بالفحص اللي هو راح يكون بس فحص جري وبعض الفحوصات البسيطة عشان أتأكد أن العضلة يعني خذت حاصلها بالالتئام. المشعان أيضا في مباراتهم هذه لما شفته طلع صار عنده شد بالعضلة الضامة. الخطوة الأولى من استعداد الأزرق لبطولة كأس آسيا بدأت، إذ يسعى المنتخب الوطني لنسيان انتكاسة كأس الخليج وفتح صفحة جديدة تعيد أمجاد الماضي. علي حسن